اهلا بيكم معايا في قناة نوجة للكروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض الموديل الجميل ده. هنعمله النهاردة مع بعض خطوة بخطوة. بس من فضلكم اللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. يلا بينا نبتدي ونشوف هننفذه ازاي النهاردة مع بعض بكل سهولة. هنستخدم خرز مقاس 8 وهستخدم خرز مقاس 14 وهستخدم خيط مقاس 60 او لو معاكي خيط مقاس 50 مفيش مشكلة. اول حاجة هنحط 8 خرزات، وفي الشنطة هنا عشان اسهل عليكم هنعمل عكس عكاس، مش هنعمل العقدة. نوسطن الخيط كويس. كام خرزة اهو؟ 8 خرزات. بعد ما عملنا اهو 8 خرزات هنيجي عند اخر 2 شايفين، وهنمسك الطرف التاني اهو. هنمسك اخر 2 وهندخل فيهم الخيط عكس عكاس في الخرزتين مع بعض. تمام اهو. هناخد الطرف التاني كده اهو، وهنسحب كده الخيط ونشوف مع بعض شكل الجرز اهو. شايفين الخيط طالع منين؟ الخيط طالع من الخرزتين دول اهو، دول. تمام. هنعمل ايه؟ الخيط كده عليه خرزتين، هنحط في اليمين خرزتين وفي الشمال خرزتين ونقفل بالخرزتين اللي فوق. هنحط كده مع بعض خرزتين في اليمين وخرزتين في الشمال اهو. زي ما احنا شايفين حطينا خرزتين في اليمين وخرزتين في الشمال. هنجيب خرزتين بقى وهنحطهم في اي طرف من الطرفين. خرزتين اهو في اي طرفين اهو. تمام. هنرجع فيهم عكس في الجنب التاني وهنسحب الخيط كده اهو اهو. شايفين بالشكل ده كده عشان الخيط يبقى عليه خرزتين. هنكمل في اليمين خرزتين، في الشمال خرزتين، وفي خرزتين هنرجع فيهم عكس عكاس اهو. حطينا خرزتين في اليمين وخرزتين في الشمال، وهنجيب خرزتين وهنرجع فيهم عكس عكاس اهو. خرزتين في اي طرف من الطرفين. تمام. هنرجع فيهم عكس عكاس بالخيط التاني. شايفين اهو. هنرجع في الخرزتين مع بعض اهو، وهنسحب الخيط كده. تمام بالشكل ده كده اهو. هكمل بقية الخرز اللي انا محتاجاه او عدد الجرز اللي انا محتاجاها، وهرجع لكم اقول لكم عملت كام جرز. افترض يا جماعة ان ده هو عرض الشنطة اللي احنا عاوزينه اهو كده. تمام. انت لو عايزة تكبري عرض الشنطة عن كده مفيش مشكلة، الخطوات واحدة. عايزين بقى نقفل الجنب ده بالجنب ده، فهنعمل ايه؟ هنجيب اي جنب منهم وهنحط فيه خرزتين. تمام اهو كده. وهنعدي الجنب اللي فيه خرزتين ده اهو، الجنب اللي فيه خرزتين هنعديه من الخرزتين اللي هما في النص كده في الجنب التاني المقابلة ليها اهو بالشكل ده كده. شايفين اهو. يبقى خرزتين هنحطهم فين؟ هنحطهم في اي جنب وندخل عكس عكاس، وهندخل عكس عكاس في الخرزتين برضو، وكده يبقى قفلنا اهو. نشوفها كده مع بعض. شايفين اهو كده احنا قفلنا
الجزء بتاع الشنطة. تمام اهو. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنحط في الخيط اليمين اهو، الخيط اليمين ده هنحط فيه خرزة من الكبيرة، وبعد كده خرزتين من الصغيرين، وبعد كده خرزة من الكبيرة. تمام. والخيط التاني هنعديه عكس عكاز، شايفين اهو كده. اوريكم شكلها اهو، شايفين بالشكل ده كده. بعد كده الخيط اللي تحت هنعديه من الخرزتين اللي هما هنا دول. تمام. الخيط اللي تحت هنعديه من الخرزتين اللي جنب بعض. تمام اهو كده. وهنحط في الخيط اللي من فوق خرزتين، الخيط اللي من فوق خرزتين صغيرين، تمام. بعد كده هنحط خرزة كبيرة اهو. عايزين نعمل العقدة مفيش مشكلة اهو، اوريكم برضو لو عايزين بقى نعمل العقدة في الجنب ده اهو. انا بحب شغل العقدة لانه بيمسك اكتر اهو، شايفين بالشكل ده كده. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور اهو. والخيط اللي من فوق هنحط 2 صغيرين وواحدة كبيرة، وواحدة كبيرة. هنعمل العقدة. ما عملناش العقدة ليه في اول دور؟ عشان الغرزة دي غرزة 8، فمش هينفع نعدي الغرزتين بالعقدة اهو، شايفين بالشكل ده كده اهو. وهنكمل الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور اهو. والخيط اللي فوق هنحط 2 صغيرين وواحدة كبيرة، ونقفل الغرز. تمام. هكمل كده لغاية اخر السطر وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده اهو، وصلنا لاخر السطر. هنعمل ايه؟ الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، وهندخلهم فين كمان؟ هندخلهم في الخرزة الكبيرة دي، ندخلهم في الخرزة دي اهي. يبقى الخيط اهو طالع من دي كده. في الخيط اليمين هنحط خرزتين من الصغيرين في اي طرف اهو، هنحط خرزتين وهنرجع فيهم عكس عكاس. اخر السطر هو اللي دايما هنرجع عكس عكاس عشان يخلص الدور على خرزتين مع بعض. تمام اهو. اخر الدور بقى خرزتين مع بعض. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا الخيط اليمين هنحط فيه خرزة كبيرة، خرزتين صغيرين، وخرزة كبيرة، نقفل عادي بقى بعقدة، هي بس اخر الدور اهو. نشوف شكلها اهي زي ما احنا شايفين كده. بعد كده الخيط اللي من تحت هنحطه برضو في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي من فوق هنحط فيه خرزتين صغيرين وواحدة كبيرة. ده كبير اهو. ونقفل
زي ما احنا شايفين كده الخيط خلص معانا، فهنبتدي نلف كده بالخيط اهو، وهنبتدي نجيب الخيط ده برضو كده هنا وهنربطه اهو، هربط الطرفين اهو. هنبتدي ندخلها بقى في الخرزة الكبيرة دي عشان نشد الخيط وندخل العقدة جوه كده، نشد الخيط اهي، العقدة دخلت جوه كده. نقدر نقطع الخيط عادي، الجنب التاني برضو هنعديه كده اهو. بعد ما قطعنا الخيط هنبتدي بقى نحط الخيط الجديد. هنحطه فين؟ احنا كنا واقفين هنا، هنحط الخيط كده في الخرزة الكبيرة دي اللي في الجنب اهي، وهنعديها من الاتنين الصغيرين اللي عليهم الدور اهو كده اهو كده، كأننا ماشيين عادي في الدور. في اليمين هنحط اتنين صغيرين وواحدة كبيرة، واحدة كبيرة، وهنقفل في الكبيرة ونسحب الخيط التاني اهو. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، واللي من فوق اهو، اللي من فوق هنا كبيرة يبقى نحط اتنين صغيرين وواحدة كبيرة، واحدة كبيرة، نقفل هكمل بقى لآخر الدور ده بنفس الطريقة كده. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي فوق هنحط اتنين صغيرين وواحدة كبيرة ونقفل. وصلنا لآخر الدور، الخيط طالع من الخرزة دي، هندخله في الخرزتين اللي عليهم الدور وهندخلهم في الخرزة دي الكبيرة التانية دي. هنجيب بقى خرزة في اي طرف وهنعملها عكس عكاس. هنجيب سوري خرزتين، هندخل فيهم كده عكس عكاس بالخيط التاني زي ما احنا شايفين كده. الخيط بقى عليه خرزتين. هنجيب الجنب اليمين، هنكمل زي ما عملنا الادوار اللي فاتت. الخيط عليه خرزتين صغيرين، هنحط واحدة كبيرة، ده الخيط اللي من فوق، وبعد كده اتنين صغيرين. يبقى بداية الدور بتبقى واحدة كبيرة واتنين صغيرين وواحدة كبيرة، دي بداية الدور. هنسحب الخيط التاني كده عشان نعمل عقدة، نسحب الخيط التاني. بعد كده الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي من فوق هنحط خرزتين صغيرين وواحدة كبيرة. هنمشي الدور بقى كده، خرزتين صغيرين في الخيط اللي من فوق، واحدة كبيرة،
وهكمل بقى بقية الادوار اللي انا عاوزاها بالظبط. كل واحد وعلى حسب كام دور عايز الشنطة طولها قد ايه. تمام. هخلص الادوار اللي انا عاوزاها بنفس الطريقة دي وهرجع لكم تاني نشوف هنقفل الشنطة من تحت ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهو وصلنا لاخر السطر، ونفترض ان هو ده الطول اللي احنا عايزين نوصله، طول الشنطة. لو انت عايزة تكبري هتكملي عادي اسطر زي ما قلتلك، بس احنا بقى عايزين نعمل اخر دور مع بعض عشان ده اللي هنقفل تحته على طول. تمام اهو حطينا الخيط اللي من تحت في الخرزتين اللي عليهم الدور وكمان في الخرزة دي، وهنجيب خرزتين وهندخل فيهم عكس عكاز ونبتدي نشوف بقى الدور اللي وراه هنعمله ازاي. هيبقى مختلف شوية اهو كده. هنمسكهم وهنجيب الخيط التاني وهنرجع فيه عكس عكاز. زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد ما قفلنا الدور هنيجي عند الخيط اللي من فوق وهنحط بقى واحدة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة. تمام اهو بالشكل ده كده اهو، كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة. هنعمل ايه؟ هنرجع في اخر خرزتين دول، اخر خرزتين هنرجع فيهم عكس عكاز اهو. ندخل في اخر خرزتين ندخل في التانية الصغيرة دي كمان اهو. بقت شكلها كده. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اهو اللي عليهم الدور، والخيط اللي من فوق اهو عليه واحدة كبيرة وواحدة صغيرة زي دول كده. فهنحط واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وواحدة كبيرة، وهنرجع في ايه؟ هنرجع في دول اللي هي الكبيرة والصغيرة الاخرانيين دول. هنجيب الطرف التاني وهندخلها عكس عكاز. هوريكوا شكلها بقى كده. تمام. الهدف ايه بقى من الخطوة دي؟ الهدف ان الخرزتين اللي فوق دول هما اللي هيكونوا تحت، وهما دول اللي هنقفل فيهم الخرز الكبير ده اهو. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي من فوق هنحط فيه واحدة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة. وقلنا هنرجع في اخر خرزتين دول اللي هي الكبيرة والصغيرة اهي كده. شايفين نفس الشكل ده كده. هكمل بقى لغاية اخر الدور
الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزتين اللي عليهم الدور، والخيط اللي من فوق هنحط كبيرة صغيرة كبيرة، ونرجع في اخر خرزتين. هكمل الدور وهرجع لكم تاني. شايفين كده وصلنا لاخر الدور اهو. هنحط الخيط اللي من تحت في الخرزتين الصغيرين اللي عليهم الدور اهو، وهنحطها كمان في الخرزتين دول اللي هي الكبيرة دي واللي فوقها الصغيرة. تمام، بقى عندنا كده الغرزة بالشكل ده كده اهو. هنحط واحدة كبيرة في اي طرف من الطرفين. تمام، وبعد كده هنربط ربطة حلوة، نربط تاني كمان مرة. هنبتدي ندخل في اي غرزة كده او في اي خرزة هتقابلنا، ونشد كده العقدة جوه، وهنتوه الخيط جوه الخرز، وهرجعها لكم تاني عشان نقفل الشنطة من تحت. تمام اهو، ده شكل الشنطة اهو. بدأناها من هنا، هننهيها بقى من تحت. فهنشوف هنعمل ايه. هنجيب كده اهو، هنحط الخيط في الخرزة اللي في النص دي، والجنب اليمين هنحطه هنا، والجنب الشمال هنحطه هنا اهو. يبقى الخيط طالع من دول كده، دي ودي ودي. هنحط خرزة في اي جنب، خرزة كبيرة طبعا بنفس الحجم اهو. هنعمل العقدة، عايز تعمليها عكس عكاس اعمليها، بس انا بفضل العقدة اهو زي ما احنا شايفين كده اهي. الغرزة الخيط اليمين هنحطه هنا، والشمال هنحطه هنا. هنحط خرزة ونقفل. هنكمل بنفس الطريقة اليمين والشمال، وهنحط خرزة برضو، وهكمل كده لغاية ما اوصل عند اخر الدور او اخر القاعدة. زي ما احنا شايفين كده وصلنا لاخر غرزة اهي. مجرد ما هنحط اخر خرزة هيتقفل خلاص الدور او القاعدة اهي. هعمل العقدة هندخل بقى الخيط في الخرز وهنربط اهو كده.
هنربطهم كويس. وهنتوه الخيط جوه كده وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. دلوقتي اهي الشنطة خلصت معانا. طبعا بتحط لها كيس ستان، تمام. ولو احنا عايزين نعمل لها ايد بقى منها فيها، هوريكم طريقتها كده. هنحط قطعة من الخيط في الخرزتين اللي هم فوق دول اهم، شايفين الخرزتين دول كده. هنوسطن الخيط، تمام اهو. هنبتدي، انا اعمل لكم بس طريقتها كده عشان تشوفوها. مثلا هنعمل احنا دي خرز مقاس 10، لو معاكي 8، لو عايزة تدخلي فيها ال14 كمان زي ما تحبي. انا هوريكم بس الطريقة. بس الايد دي بقى هتكون ثابتة، يعني مش هتتحرك. انما انا هوريكم الطريقة بقى بتاعت الايد اللي هي بتتحرك. ممكن نحط لها ايد سلسلة وايد خرز برضو كده، بس بتتحرك عادي، نشيلها ونحطها. تمام. هحط كده مجموعة من الخرز وهرجع لكم. نفترض ان هي دي مثلا الايد اللي احنا نعملها، او ده الطول. انا بس عايزة اوريكم الطريقة. هنعمل ايه؟ هندخل هنا كده، شايفين نفس الخرزة دي اللي هما الخرزتين، هندخل فيهم عكس عكاز برضو اهو، جنب كده، والناحية التانية العكس اهو اهو. اهو شايفين طريقتها بسيطة ازاي اهي، بقت كده تمام. وهندخل هنا بقى بالجنب اليمين في الخرز ده، وبالجنب الشمال ده بالخرز ده، وهنربطهم وهنرجع تاني في الخرز عشان نثبت على الايد. تمام. دي طريقة الايد اللي هي في الشنطة نفسها، تمام. لكن انا هعمل لها ايد منفصلة، انا بس حبيت اوريكم الطريقة. لو انت عايزة تحطيها في جنش زي ده كده، بحيث ان انت تتحكمي ان انت تدخلي هنا تحطي لها الايد دي او تحطي سلسلة، مفيش مشكلة. فانا هعمل ايه؟ انا وريتك الطريقة بتاعت الايد هنا، هعملها انا بقى بالطريقة بتاعت الجنش دي، عشان لو حابة اغير واركب ايد سلسلة. تمام اهي. جبنا اهو الجنش ده كده، وهنوسطن الخيط بتاعه. هنحط بقى مجموعة من الخرز على حسب الترتيب والذوق بتاعنا. تمام، يعني حطينا كبير صغير على حسب ما احنا عايزين الترتيب. تمام. هنبتدي نعبي بقى في الطرفين كده الخرز بالترتيب اللي احنا عاوزينه. انا هعبي الخرز وارجع اقول لكم عملنا ايه. زي ما احنا شايفين كده، انا خلصت الطول اللي انا عاوزاه بالترتيب اللي انا عملته ده. دخلت خرز مقاس 10، مقاس 8، ومقاس 14، تمام بالترتيب ده، كل واحد وذوقه. هنيجي بقى كده اهو، هنمسك دي كده اهو، وهنربطها ربطة كمان، كمان ربطة. تمام اهو. بعد ما ربطناهم كويس، هندخل بقى الخيط في الخرز ده كده
اهو. والجنب التاني برضو بتاع الخيط هندخله كده اهو، عشان هنربطهم تاني تحت عشان نثبت عليهم اهو. طبعا هنفضل بقى ندخل في الخيط ده اهو، جنب التاني اهو، هنربط تاني وهندخل برضو الخيط جوه الخرز ده وهرجع لكم اهي. دي الايد اللي انا عملتها معاكم بطريقة اهي، ودي التانية انا كنت عاملاها اهي. شايفين الجنش ده اصغر شوية فشكله لايق تمام اهي. وده برضو خرز مقاس 10. يا رب يكون الشنطة النهاردة طريقتها عجبتكم، قدرت اوصلها لكم بكل سهولة. اللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة. ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. باي باي.